السوبر بكره في الامارات، الاهلي هيلاعب سيراميكا والزمالك هيلاعب بيراميدز، ومباراتين تقال جدا، مباراتين صعبين جدا. بس انا عايز اتكلم الاول على مباراه الزمالك، لان الزمالك من وجهه نظري هو الفريق المرشح، هو الفريق اللي عنده الطاقه، عنده ادرينالين، مدير فني جديد، عمل شكل في تفاؤل ما بين الجمهور بشكل كبير. وعايز اقول ان مباراه بكره بتاعت الزمالك دي تحديدا وبيراميدز مباراه اطراف. اللي هيكسب الاطراف بكره هو اللي هيقدر يتحكم في المباراه، هو اللي هيقدر يكمل المباراه للاخر. واللي هيكسب بكره من الاهلي، من البيراميدز والزمالك، اظن من وجهه نظري هو الفريق اللي هياخد البطوله. يعني لو بيراميدز بكره كسب الزمالك اظن ان هو اللي هياخد البطوله، لو الزمالك بكره كسب بيراميدز اظن ان الزمالك هو بكره اللي هياخد البطوله. وهنا عايز اتكلم على الاطراف. عندنا في بيراميدز عندنا الشيبي باك رايت، وحمدي باك ليفت. عندنا قدام ممكن نلاقي البرازيلي ناحية الشمال سيلفا، وعلى ناحية اليمين ممكن نلاقي زلاكا. الناحية التانية في نادي الزمالك عندنا عمر جابر في ناحية اليمين، عندنا بنتاي في ناحية الشمال. قدامهم ممكن يكون ناصر ماهر ناحية اليمين، والناحية التانية شيكو بنزا ناحية الشمال. والاربعه دول بكره، الاربعه دول والاربعه دول في الفرقتين هم محور الاداء. طيب، ازاي بكره الفريقين هيقدروا يلعبوا، او ايه اللي هيحصل، إيه الفكره؟ هيبقى في طحن على الاطراف، هيبقى في مشكله كبيره جدا على الاطراف، هيبقى في ثغرات على الاطراف، هيبقى في مساحات على الاطراف. طيب، ازاي ممكن الفرقتين يلعبوا بكره؟ لو في طحن ناحيه اليمين وناحيه الشمال على الاطراف، اظن ان الدخول من نص الملعب، من وسط الملعب، من عمق الملعب، هيكون هو كلمه السر. يعني هيبقى في زي ما احنا شفنا احمد عبد الرؤوف لعب المباراه اللي فاتت، كان بيعمل حاجه حلوه جدا من وجهه نظري. هو فكره ان الكوره ما بتطلعش من رجل اي لاعب الا لما بتكون رايحه للاعب تاني في نادي الزمالك. ولو مفيش نسبة كبيرة في ان الباص يروح، بنشوف اقرب حد دايما مأمنين، دايما عاملين الاستحواذ. لو بكره نادي الزمالك قدر يستحوذ على الكورة بنفس الطريقة بنفس الشكل، ان هو ما يفقدهاش، هنلاقي نادي الزمالك عنده افضلية كبيرة جدا، هنلاقي ان نادي الزمالك هو الافضل، هو الاحسن. طيب، لو نادي الزمالك ما قدرش يعمل الاستحواذ بالشكل الكبير، ايه اللي ممكن يحصل؟ بيراميدز عنده تحولات سريعه جدا، عنده لعيبه مهارات عاليه جدا، عنده مايلي في الهجوم، عنده جبهتين مش طبيعيين. اللي بكره هيقدر يحافظ على الكوره اكبر وقت ممكن ويخلي باله من التحولات السريعه، هو الفريق اللي من وجهة نظري هيبقى ليه الأفضلية. واللي هيكسب بكرة زي ما قلت في البداية هو الفريق اللي هيقدر ياخد البطولة. خلينا نشوف بكرة ونتكلم على المباراة بعد ما تخلص. شكرا.